كولر المدرب الاهلي ده تحسه مولود جوه كوره، يعني هو البلف اللي بينفخ الكوره، مدقرم او مثلا صايع. كولر بيشتغل على فكره، يعني كل المدربين اللي بيلعبهم كولر بيشغل دماغه عليهم. حاليا الاهلي على بعد 3 اهداف مع كولر، ويصبح اكتر مدرب في تاريخ الاهلي وفي تاريخ الدوري المصري احرز اهداف. اكتر واحد حاليا موجود هو حسام البدري، جايب 101 جون في دوري 2007. كولر عنده 99 جون وبقاله حوالي 8 9 ماتشات. ده المدرب الوحيد في مصر او اللي جه مصر من يوم ما انا اتولدت او اتفرجت على كوره تحسه عمله نادره. كنت انا من الناس الزملكاويه اللي كانت بتتريق عليه من اول ما جه او من اول ما الاهلي اتعاقد معاه، ان الراجل قاعد بقاله في البيت سنتين، يعني ما يمسكش موقف اصلا. قال لك ده مدرب قاعد في البيت بقاله سنتين وده جاي يعمل ايه؟ وانا كنت من الناس اللي بتريق عليه يعني عموما عشان ما بقاش بكدب على حد. الا ان الراجل ده طلع مدقرم كوره، تحسه مولود في شوارع، جاي في شارع ما نزلش كان بيرضع لبن، تحسه كان بينفخ كوره وبيشد هواها. هي بص الكوره كده. الراجل ده بيشتغل المدربين اشتغالات يا جماعه غريبه، لولا ان هو المدرب كمان الوحيد في العمله النادره اللي انا بقول لك عليها دي. انا ما شفتش مدير فني في مصر او جه مسك فريق بيعمل روتيشن غريب. اقسم بالله كولر بيعمل روتيشن غريب. انت عارف يعني اقول لك انت تتخيل ان كولر ده من بدايه الموسم كان بيلعب كريم فؤاد اهو. الراجل ما كانش اصلا عنده ثقه في ولا واحد من اللي موجودين، من حسين الشحات لبيرسي تاو. الناس دي كانت على فكره بتتهاجم من جمهور الاهلي وبينالوا تريقه من جمهور الزمالك. ومحمد هاني مرورا بمحمود متولي اصلا اللي كان مبطل كوره وماشي من قبل الدوري ما يبتدي مع سوارش اللي اصلا ما يمسكش، ما يعني ممكن ما تخلوش يمشي بعجله قرص مثلا يبيع قرص. اللعيبه دي كلها كانت بتنتهي منهيه بدنيا بقى وفنيا، اصلا ما بيعرفوش يلعبوا كوره، كانوا بينالوا تريقه غريبه. والاهلاويه عموما كانوا بيقول لك الناس دي تمشي ما بتعرفش تلعب كوره. الا ان الراجل ده جه غير كل المقاله دي. يعني هو مثلا ساحر ماسك عصايه قام مدي بيرسي تاو على القرعه اللي بيحلقها دي، ولا قام مديله علشان ابو ده محوله خلاه يبخ نار. حسين الشحات قام جاي يعني قال له الكهرباء الزياده اللي عندك دي، قام مرعشه مثبته في رجع كهرباء. الراجل بيطلع كل مؤتمر صحفي في الاول خالص اول ما جه قال لك انا ما عنديش اصلا مهاجمين. الراجل قال لك انا ما عنديش مدرب طالع في مؤتمر صحفي في بدايه موسم او معدي 5 6 ماتشات من الموسم ده بدايه موسم، يعتبر دور اول، كل ده بدايه موسم. الدوري طول عمره بيتحسن من الدور الثاني. قال لك انا ما عنديش مهاجمين، فيش الدنيا كلها. الاخ حسام حسن ركب من الموقف على اسكندريه طلع على سموحه وقال للاخ شادي حسين ما تجيش الايام الجايه اما عاوزك ابقى اتصل بيك. فين الناس دي؟ هو المدربين الاجانب كده. المدرب الاجنبي لو ما كانش صايع مش هيعرف يفيش لك لعيب، مش هيعرف يطلع لك ان اللعيب ده ابيض يا استفندي زي ما بيحصل. الا ان الراجل ده غريب، انا بقول لك عمله نادره. لا بيتكلم ولا بيقول انا مثلا النهارده ما كسبتش عشان انا عندي ظروف، ولا الحكم كان النهارده مستقصد الفرقه زي اي مدير فني ما بيطلع يرمي الهلب على اي حاجه. يعني يقول لك ايه قبل ما المركب تغرق خلي اي حد يشيلها بدل. ان ايه اللي الراجل ده بيتحمل كل المسؤوليه. الراجل ده بعد تعادل فيوتشر امبارح طالع بيقول لهم تصريح غريب قوي، بقول لهم هو انتوا مش عايزين الكوره في مصر تتطور؟ ولا انتوا فاهموني انتوا ماشيين يعني طريق الكوره في مصر انتوا بتمشوه ازاي؟ طب فين الجماهير يوم ماتش الكاس بتاع الاهلي ومنتخب السويسيا؟ الجماهير غابت ليه؟ طب الجماهير لعبت ليه؟ طب هل اللاين زمان عارف ان الاهداف تسلل ولا مش تسلل؟ الراجل بيقول للناس في المؤتمر الصحفي اتحداك ان اللاين زمان مش عارف ان الاهداف تسلل، اصلا هم لسه ما شافوهاش. كل ده في مؤتمر صحفي، يعني انت ما رحتش اتفرجت على الماتش ما عدتش الاجوان في اوضه لبسه وقلت اللعيبه الاجوان دي جت ليه؟ كل ده ما يعرفش حاجه، والراجل واقف في الملعب عارف ان الاجوان مش اوفسايد وان اللي حصل امبارح دي فضيحه تحكيميه. اللي جاب الاهلي، اللي جاب الراجل ده الاهلي ده معدي، ده على عطارد فوق زحل كده معدي كل كواكب الارض. ده بقى جابوه منين؟ الزرع اللي زرع الكرة ده في الارض جابته منين؟ انا مش فاهم. ويجي مثلا واحد يعني ممكن كنت انا ابقى يعني اما انا ابقى زملكاوي اقول لك لو واحد مثلا يعني مش فاهم او متعصب زياده عن اللزوم، ما هي الكوره في مصر كده. بشجع الزمالك فاقول لك كولر وحش،
بشجع الاهلي، فاقول لك اللي ماسك الزمالك الجديد ده ابو نضاره اسوره ده لو فتح قدام الاهلي هياخد طريحه وهياخد علقه. هي الكوره، بص الكوره في مصر بتدار كده. حتى الاستوديوهات قبل الماتش لا ده بادي بتشكيل صح وواقعي، تنغلب يطلعوا القطط الفاطسه فيك، وهم كانوا بيقولوا عليك اصلا انت بادئ بتشكيل عالمي، تكسب يطلعوك سبع ارض. هي بص الكوره في مصر كده. انا ممكن ابقى مدير فني واحط تشكيل فرقتي واعمل ماتش عالمي والكوره مش عايزه تخش. ما في ماتش الاهلي وفوتشر امبارح مش عايزه تخش. هو لو بيرسي تاو قبل ما يستلم الكوره اللي استلمها او شاطها دي، لو شاطها على طول هتدخل جول. مضيع امبارح 15 كوره على الجول، لو واحده من دول دخلت كان ايه اللي حصل؟ لا لا لا، ده الراجل على الطريق الصحيح وماشي. الا ان الراجل ده يا جماعه يعني لو هتجيب حد تقيمه مش هينفع. واحد مثلا متعصبين طلع قال لك يا عم ده القطر الطاير بتاع السودان ده ولا بتاع السوداني اللي بيبيع بطيخ ده في رمسيس، لو كان حط البلانتي كان الاهلي خرج من البطوله. طب ما محمد هاني لو انت بصيت لها كان حط البلانتي كان الاهلي صعد. هو انتوا بتقيموا الناس دي ازاي؟ احنا قد كده يا جماعه في الكوره، احنا قد كده. فما ينفعش العالم الاوروبي المختلف اللي يعتبر عامل زي عالم الجن ده مثلا، عالم الاسرار والخفايا اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجه، احنا ما ينفعش نقلل منهم او نتكلم معاهم في الكوره. احنا يا جماعه مواهر بيت في الكوره، بنطلع ننتقد ناس اصلا ما ينفعش نجيب سيرتهم. كولر ده راجل يعني مدرب اوروبي او في مدرسه اوروبيه سويسريه، فهو فاهم اللي بيحصل ايه، عارف اللي بيحصل ايه. الا ان الكوره يعني مدربين السويسريين في مصر موران بجروس وفايلر وكولر نجحت نجاح غريب، اقسم بالله نجحت نجاح عظيم. جروس ده لو كان معاه بعض اللعيبه، لو ما كانش بيتم تطفيشه كل يوم ويتزهق ويقول له ما تلعبش دوت ولاعب دوت والكلام طبعا اللي انتوا عارفينه وحضرتوه في دوري 2019، ما كانش ده يبقى الحال. انت بتجيب مدرب واول ما الراجل يكسب والجماهير تنادي عليه تطلع تقول لهم انتوا ما بتنادوش عليا ليه؟ ده انا اللي جايب، انتوا بتنادوا عليه ليه؟ طب ما تنادوا على اللي جايب. لسه حاصل مع اسورو الماتش اللي فات اما شيكابالا خدوه راح للجماهير، طلع الراجل قال لك انتوا بتنادوا عليه، هو ده بدل ما تنادوا عليا انا ما انا اللي جايب. فهنا في طبعا نقص وعمليه لازم تتعمل في اقرب وقت، لان المكن مريح ومطرقع عند اللي انتوا فاهمينه اللي انا بتكلم عليه. الا ان الاهلي معاه مدير فني، انا من الناس الزملكاويه اللي هفضل اشيد بيه وهفضل اعترف دايما ان الراجل ده عمله نادره، رقم صعب. اقسم بالله الراجل ده ما حد هيجي مصر زيه، والله ابصم لك بالعشره، احلف لك على مصحف ان الراجل ده مدقرم كوره. وانا داخل في تحدي ما بيني وما بين زمايلي يعني اللي فيهم زملكاويه واهلاويه، طول ما الراجل ده ماسك الاهلي الزمالك مش هيكسب الاهلي ماتش. اقسم بالله طول ما كولر ماسك الاهلي الزمالك مش هيكسبوا ماتش لحد الراجل ده ما يمشي من مصر. هو هيعمل للزمالك عقده. ده بقى لعب كوره وفنيات وعبقري وروتيشن بيعملوا ما بين اللعيبه، مش بينزل بقى يكسب هلا هلا ولا مفيش الكلام ده. ده الراجل طلع بعد ماتش الوداد والاهلي اما بيكلموه على غلط الجون اللي جه في الاهلي جون الوداد، اما قالوا له علي معلول غلط، ما الراجل قال لك طبيعي ان اي حد في الكوره بيغلط، العالم كله بيغلط. انت لو بصيت ان علي معلول غلط في 2 لعيبه من الوداد غلطوا عشان انا كده جبت جونين، قال لك الماتش مش هيتحسم اللي من هناك. انتوا زعلانين ليه؟ انا كسبان النهارده 2-1، انا شايف الناس في المؤتمر الصحفي زعلان، راح خد البطوله من هناك. فالمدرب اللي ماسك الاهلي ده يا جماعه اللي جابه الله اعلم بقى، هو جابه بالصدفه، جابه كان بيعمل بيه مشروع توشكا ونجح. الا ان كولر مع الوقت كل يوم هيبان ان هو محدش هيقدر عليه. انت متخيل ان كولر ما خسرش من يوم ما جه مع الاهلي الا بطوله واحده، وهي كاس العالم للانديه اللي بيلعب فيها بطل اوروبا وبطل اسيا وبطل مش عارف اوكيانوسا وبطل امريكا الجنوبيه وبطل مش عارفه ايه وبطل المصارعه وبطل، ما خسرش الا كاس العالم واحد، الا بطوله واحده كاس العالم. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واستنونا في ماتش الزمالك والمقاولين بكره في كاس مصر، ان شاء الله نعمل حلقه تعجبكم.